شفت اللي حصل في ماتش الزمالك في جنوب افريقيا ايه؟ ما شفتش؟ تعالى اوريك، بس قبل ما اجي اوريك اعمل لي متابعه ولايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي واي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. السلام عليكم. امبارح كان الترجي بيلعب صن داونز، مباراه لا الاهلي طرف فيها ولا الزمالك طرف فيها. الاخ ده عنده صفحه اسمها فوكس ان بوكس. الاخ ده زملكاوي وبيشجع نادي الزمالك. راح هابد له هبده على الاحداث اللي حصلت في ماتش صن داونز والترجي، وكان بيلمح ان الاهلي ورا كل المصايب بتحصل في كره القدم، ومنهم المصيبه دي، لان هو على كلامه الاهلي هيقابل واحد من الاثنين دولت، فلازم يعمل اسفين كده عشان يلعب الماتش بدون جمهور. فكتب البوست دوت، شوف كده. يشاء سمير عليم تاني يوم الزمالك بيلعب في جنوب افريقيا ويتمسك فيها علقه، ومنين؟ مش من الجمهور بتاع جنوب افريقيا، ده من الجمهور الزملكاوي، الجمهور بتاعه. هو كعادة الزملكاويه ادعى بالتدليس على النادي الاهلي، ربنا ردها له تاني يوم على طول ومن الجمهور بتاعه. ايه حكايه فوكس دوت؟ وليه جمهور الزمالك مسكوا اداله العلقه المحترمه دي؟ مش عشان النادي الاهلي، لا، فوكس ده بيدعم مشاغب وبيقول على جمهور الزمالك دلوقتي ان الجمهور دوت كله مرشدين، شافوه في المدرج ظبطوه. امبارح ادعى بالتدليس على النادي الاهلي، النهارده ربنا خلصها منه. شوف كده. Guys, is the white knight that get arrested? Guys, yes, and this manager for group. جماهير الزمالك الوايت نايتس اللي تبع المخبرين مشاغب زعلانين من الراجل المسكين اللي في السجن. الناس بتولوا الحريه ليه؟ ده اللي سرق التليفون؟ ده الحرامي اللي كان سارق التليفون. لا في جيبه.